في مبادرة تحفيزية أقدم مكتب فيدرالية أولياء التلاميذ لولاية سطيف على تكريم صاحبة أعلى معدل ولائيا في شهادة التعليم المتوسط، والذي كان من نصيب التلميذة مسوس نور الإيمان، التي أكدت بالمناسبة أن تفوقها كان ثمرة جهود وعمل ومثابرة طيلة الموسم الدراسي، وكذلك الرغبة في التميز والنجاح وتشريف عائلتها ومنطقتها ومؤسستها في مثل هذه المواعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم عندنا. بالمناسبة نشكر فيدرالية أولياء التلاميذ على هذا التكريم. أقول لهم شكرا جزيلا لكم على هذه المبادرة، كما نتمنى التوفيق والسداد لهذه الفيدرالية والتوفيق والسداد لجميع التلاميذ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الأخيار وأصحابه الأبرار. أما بعد، معكم تلميذة مسموس نور الإيمان المتحصلة على شهادة تعليم متوسط بمعدل 19.36، متحصلة على المرتبة الأولى ولائيا والحمد لله. أشكر فيدرالية أولياء التلاميذ على هذه الزيارة وعلى هذا التكريم، بارك الله فيكم، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نتقدم باسمي وباسم أعضاء مكتب فيدرالية جمعية أولياء التلاميذ بأحر التهاني والتبريكات للأخت مسموس نور الإيمان بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى ولاية سطيف، وكذلك نبارك لوالديها. ومن خلال هذه الفرصة نقدم جميع التبريكات الحارة لجميع الفائزين على مستوى الولاية، ونقول فرصة أخرى للراسبين إن شاء الله العام المقبل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.